الحكومة هي التي تعز رجل الأمن. رجل الأمن يعز العراق والشعب العراقي، والحكومة تعز رجل الأمن وأن لا تعطي به. أنا أذكر قضية حصلت عندما كنت في الخدمة، اتصلوا بمجلس النواب لمعاقبة أحد الضباط الشرطة، كان في قرب وزارة الخارجية. لماذا؟ لأنه تجاوز على إحدى النائبات من البرلمان. فطلبنا الأخ الضابط تعال كلمنا لماذا وماذا ما الذي حصل. قالوا سيدي هذا احنا واقفين بالشارع وكانت الأجواء كلها سيارات مفخخة وتتفجر، وإجت سيارة سريعة وعكس السير تمشي ويم وزارة الخارجية، فتوقعنا هذه يعني سيارة مفخخة وتتفجر هدف. فوقفتها، يقول نزلت علي النائبة شتمتني وغلطت علي أمام جماعتي أمام الناس، أنا عزت علي القضية فسحبت الأقسام وأيضا غلطت عليها. قلت له هذه القضية مو غيرها؟ قال لي والله هاي القضية مو غيرها. قلت له روح إلك ترقية نجمة حتى يعرف. اتصلوا البرلمان، قلت لهم والله أنا وديت على الضابط وافتهمت القضية شنو هو، وطيته نجمة. قالوا انه رقيته. قلت لهم اي والله ارقيه، واذا سووا وحده مثلها بعدها ما ارقيه، لانه هذا رجل واقف بالشارع وبالحر وبالضيم ومهدد، تنزل عليه تغلط عليه، هذا مو مسؤولية.